بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومرمينا العجايبي. النهاردة جبنا معجزة جميلة جدا جدا من معجزات العذراء مريم أم النور، وعنوان معجزتنا إن العذراء مريم بتفتح أبواب الطيارة. يا ترى ايه قصة المعجزة العجيبة بتاعتنا النهاردة دي؟ هنعرف تفاصيلها دلوقتي، بس قبل ما نتعرف على التفاصيل بتاعتها ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمينا العجايبي. تعالوا بينا نتعرف على المعجزة الجميلة بتاعت النهاردة. بتحكي وتقول ايه؟ بتبدأ معجزتنا ان كان في قمص متنيح اسمه القمص مرقس الشهير بالأقصري. بيقولوا اتولد باسم عبد النور لأبوين تقيين جدا من عيلة كهنوتية كبيرة جدا، والعيلة دي كانت معروفة ومشهورة بعيلة القمص. واترسم أبونا ده قس في سنة 1957 وما كانش عمره كمل 20 سنة، وكان مشهود ليه بالخدمة القوية جدا، وكان ليه محبة فائقة وجميلة جدا وكبيرة جدا مع العذراء مريم، وكمان كان ليه دلة قوية جدا برضو مع العذراء مريم. وكانت العذراء سريعة الاستجابة ليه، ومفيش اي حاجة بيطلبها او يطلب باسم العذراء الا وكانت العذراء بتستجيب ليه وبتنفذ له كل اللي هو بيقوله، لان هو كان بيحبها جدا وكان ليه امور عجيبة جدا معاها. وفي الأيام الأخيرة لحياة أبونا عبد المسيح الأقصري على الأرض اشتد المرض عليه، وكان مرضه شديد جدا، وكان الأمر بيتطلب ان هو يسافر أمريكا. وفي سفرهم للمطار اتأخروا عن ميعاد الطيارة، وبقى مستحيل عليهم ان هم يلحقوا الطيارة، والميعاد بتاعها كان هو مفروض ميعاد ان الطيارة تطلع عدى وفات يعني، وخلاص مستحيل ان هم يلحقوا الطيارة. وكل اللي كان معاه كانوا بيقولوا له احنا اتأخرنا ومستحيل ان احنا نلحق الطيارة. بعد كده ابونا قال لهم زمان كان والدي القمص مرقس مسافر واتأخر على القطر، واتحرك القطر قبل ما والده يوصل للرصيف. وبيقول ان ابونا والده يعني شاور للقطر وقال له وحياة ستي العذراء تقف وتستناني. وفعلا وقف القطر وركب، وبعد ما قعد على الكرسي الخاص بتاعه يعني قال أبونا هي مش صلوات العذراء حلت الحديد وخلته زي المية، كمان يعني ان العذراء استجابت لصلواته، ان هي ساعدته في ان القطر يقف ويستناه ويقدر يركب القطر. فبيقول ان صلوات العذراء يعني مستجابة، واي حد بيطلبها بتبقى مستجابة زي ما صلواتها حلت الحديد وخلته زي المية. لكن كل اللي كانوا مع ابونا اللي بيحكي عن والده يعني ضحكوا في ان هم مفكرون ان هو بيهزر يعني، وقالوا له وانت يا ابونا هتوقف الطيارة؟ وبعدين وصلوا للمطار وكانوا متأخرين جدا، ورفض المسؤولين اللي في المطار ان هم يستلموا منهم الشنط ولا حتى يرجعوا لهم التذاكر، لان هم اتأخروا جدا وخلاص الوقت فات. لكن ابونا كان ليه رأي تاني خالص، وقف وصلى للعذراء وقال يا رب اتدخل يا رب، وطلب شفاعة العذراء مريم. واتدخلت فعلا العذراء مريم وسمعت صلاته سريعا يعني. وبعد لحظات فوجئ الجميع ان باب الطيارة انفتح تاني وخرج 2 مضيف ومضيفة، وقالوا فين الاتنين اللي متأخرين؟ يعني هم حددوا ان في شخصين بالتحديد هم اللي متأخرين عن الطيارة. وفعلا اتقدم ابونا وزوجته وركبوا الطيارة وقعدوا في المكان بتاعهم المحجوز ليهم، واتقفل باب الطيارة تاني، وطلعت الطيارة يعني اتحركت من مكانها قدام كل اللي كانوا مرافقين لابونا وبيوصلوه للمطار. وكانوا مبهورين جدا وهم على الارض وشايفين اللي حصل قدامهم، ازاي ده حصل وازاي الطيارة الباب بتاعها اتفتح تاني، وانه طلب من العذراء، سمعوه وهو بيطلب من العذراء ويتوسل ليها ان هي تساعده ان الطيارة يعني يركب الطيارة ويلحقها، يعني على الرغم من ان كان كل ده مستحيل، وكل الناس اللي كانوا في المطار قالوا لهم خلاص ما ينفعش لان هم متأخرين. وكمان الناس اللي كانت بتوصل ابونا كانوا مبهورين ازاي الطيارة ما طلعتش في الميعاد المحدد ليها، وازاي انه ينفع الطيارة الباب بتاعها يتفتح من تاني بعد ما اتقفل،
على الرغم من ان هي اتأخرت ومستحيل ان ده يحصل. وكان كل ده هما كانوا مكسوفين من نفسهم، لان هما استهزوا وابونا بيحكي عن القصة بتاعت والده، وهو ان هو وقف القطر، يعني قال للعذراء وحياة ست العذراء للقطر تستناني. فهم استهزوا بيه وقالوا له هو انت كمان يا ابونا هتقدر توقف الطيارة يعني وتركب فيها؟ فكانوا مكسوفين من نفسهم جدا، لكنهم مجدوا ربنا ومجدوا العذراء ام النور على وقفتها معاهم، وان هي سمعت لصلوات ابونا ولحق الطيارة بتاعته. ده بيوضح حنية العذراء ام النور على ولادها، وان هي ما بتسيبهمش ابدا. حاجة كمان بتوضح ان العذراء مريم عمرها ما كانت بترد الأذية لحد، او كانت حد بيأذيها حتى في حياتها او حتى بعد انتقالها. عمرها ما أذت اي حد بيطول عليها او يعني بيضايقها بالكلام او بالفعل. فكانت الدولة الطولانية على قصر عهدها كانت افضل عصور الدولة، وافضل ما شهدت مصر من عصور الرخاء والازدهار. وكان أحمد ابن طولون الوالي حكم مصر 16 سنة. كان سريع جدا في استخدام السيف، وبيقول المؤرخين انه قتل 18,000 خلال سنوات ولايته. وفي بداية عهده افتتح أحمد بن طولون عهده ببيع شوية كنايس مسيحية لليهود، وبعدين اتضير بعد كده على الأديرة، وقعد ان هو يقتحمها يعني ويشوف الأديرة دي. وفي يوم من الأيام راح هو والرجالة بتاعته واقتحموا أحد الأديرة، وأسروا مجموعة كبيرة جدا من الرهبان، وكان على رأسهم رئيس الدير اللي بص لصورة العذراء مريم وصرخ وقعد يصلي قدامها ويقول لها انقذينا يا أم النور. وده كل اللي كان يملكه الرهبان، ان هم يصلوا قدام اي اعتداء على الأديرة او اي حاجة كانت بتحصل. فسخر منه الوالي جامد جدا، ويطلع سيفه من اللي هو الغمد بتاعه او المكان اللي هو بيتحط فيه السيف يعني، ورشقه في صورة العذراء مريم ام النور استهزاء منه يعني، وان هو مش مستعني باللي هو بيقوله ولا بالصورة ولا بابونا اللي بيصلي قدام الصورة يعني. وفجأة حصلت حاجة غريبة جدا قدام الوالي، ما كانش عمره حد ان هو يتوقعها، والوالي نفسه ذهل من اللي حصل. لقى ايد العذراء مريم بتمسك السيف وتخرجه من الصورة في مشهد مذهل وبسماحة غريبة جدا، وبترجع السيف تاني للغمد بتاعه اللي هو موجود في جنب الوالي ومن غير ما تأذيه، وبترجع للصورة مرة تانية. كل ده حصل قدام اللي كانوا واقفين، وكمان رئيس الدير كان واقف وشافوا كل اللي حصل. لكن في الوقت ده انعقد لسان الوالي وما بقدرش ان هو يتكلم ولا يقول اي حاجة من الدهشة، ووقف مدهوش لحظات قدام اللي حصل ليه وقدام الموقف اللي حصل ومش قادر يتكلم. وبعدين امر جنوده بترك الرهبان وساب كل حاجة والايقونات وساب كل حاجة في الدير زي ما هي، ورحلوا عن الدير فورا. وبعد كده بقى أحمد بن طولون مثال في تقواه وعدله، وبقى بيحمي الكنايس والأديرة، وبقى من أكتر الناس اللي بيحبوا المسيحيين. واختار كمان مسيحي كان مهندس يعني علشان يبنيله المسجد الشهير بتاعه بتاع مسجد أحمد بن طولون. وبقى أحمد بن طولون متسامح جدا مع المسيحيين لغاية ما توفى سنة 884 ميلادية. ده بيدل على محبة العذراء مريم، وان هي متسامحة مع كل الناس، وعمرها ما كانت بترد الإساءة أو الإيذاء للناس بإيذاء تاني. بالعكس، ده كانت بترد بمحبة وحنية ليها، من كل حنية منها يعني لكل الناس اللي حواليها. عمرها ما أذت أي حد، ده علشان خاطر هي حنونة ووديعة ومحبة للناس كلها. بركة وشفاعة العذراء مريم أم النور تكون معانا كلنا أمين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. ياريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة ياريت تدعموني بلايك وشير عشان غيركم يستفيد، وأرجوكم اذكروني في صلواتكم. سلام.